السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والهنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب كده بعد الأيام بخير. اللهم يسر أمورنا واصلح أحوالنا، اللهم أمين. النهاردة راجعة لكم بفيديو جديد وروتين جديد، ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الأجواء المصرية، بصوا بقى كده في الأماكن الشعبية، مش قادرة أوصف لكم بجد والله العظيم. الاجواء عندنا ما شاء الله بتاعت رمضان عامله ازاي، والشوارع كلها حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. حبيت اخد لكم كده كام لقطه كده بقى من السوق بقى، ومن بتاع الكنافه والقطايف، ومن المطعم بتاع الفول والطعميه. حبيت اعيشكم معايا الاجواء المصريه بس بطريقتنا احنا بقى كده، يعني حاجه كده بصوا في منتهى البساطه وفي منتهى الجمال والروعه. شايفين ما شاء الله الشوارع بتاعتنا عامله ازاي يا جماعه؟ يا نهار ابيض على الجمال وعلى الحلاوه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، اللهم امين. وتعالوا بقى كده النهارده نشوف هنعمل ايه مع بعض. الفيديو بتاعنا النهارده كده بصوا جميل جدا وان شاء الله يعجبكم. بس يا ريت لو بتشوفيني لاول مره حطي لي لايك للفيديو واعملي اشتراك في قناتي لو لسه ما اشتركتيش. وحابه ارحب بكل الناس اللي انضمت معايا، نورتوني وشرفتوني. النهارده تمينا ما شاء الله 11000 اخ واخت. على راسي وجودكم، على راسي تعليقاتكم الجميله اللي بتديني كده ايه، نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه، وبتشجعني جدا ان انا اقوم اصور معاكم تاني، وببقى مبسوطه جدا جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه، بمناسبه موضوع الجزر ده والموضوع اللي حصل على الجزر بقى وقمر الدين اللي بالجزر والحاجات دي كلها، فانا عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي عملته. كنت عامله كميه صغيره وبصراحه عجبنا فوق مما انت تتخيلي. طعمه حلو قوي، موفر واقتصادي جدا جدا بالنسبه للفه قمر الدين اللي وصلت 75 جنيه دي. فانا عايزه اقول لكم ان هو طعمه والله العظيم في منتهى الجمال والروعه بالنسبه لي، حلوه جدا مقارنه بالتاني. انا عايزه اقول لكم ان انا بقول هو نفس الطعم، يمكن حاجه بسيطه قوي يعني، بصي ما تاخديش بالك منها ما بينه وما بين الطعم التاني ده بالنسبه لي. طبعا دي اراء وكل واحد وليه رايه وليه ذوقه، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. بس انا شخصيا عجبني جدا، ولما عجبني وعجب اختي وعجب ولادي فقررت النهارده ان انا اجيب بسم الله ما شاء الله كده كميه بقى حلوه. المره اللي فاتت انا كنت عامله حوالي كيلو وربع بس من الجزر، والمره دي جبت 5 كيلو من الجزر. ما شاء الله بقول لكم هو طعمه حلو جدا وعجبنا قوي. فانا بقى جبت 5 كيلو كده ومسكتهم قشرتهم وغسلتهم كويس قوي. تمام كده تمام. وهبدا اجيب المبشره بتاعتي العيانه الكحيانه دي، واقعد بقى ابشر لحد ما ايدي توجعني. فاكرين ان انا هخلص ال5 كيلو بشر؟ لو النبي ما هيحصل، ايدي وجعتني واتعورت. فجبت السكينه وبدات اقطعهم شرايح صغيره جدا بالسكينه كده. السكينه هتقول لا، لو النبي ما قايله لا. حطيته بقى كده على النار وبحط عليه، يعني انا هحط على الكميه دي حوالي نص كيلو وزياده من السكر. لا لا، كيلو الا حاجه بسيطه من السكر، معلش انا اتلخبطت. طبعا لازم تحطي السكر علشان بقى ايه، السكر مع الاضافات دي مش هتخليكي تحسي بطعم الجزر، عشان ممكن حد يكون جربه بطريقه تانية فهو ده اللي مخليه مثلا حاسس بطعم الجزر يمكن. لكن انا عن نفسي بقول لكم الطريقه دي حلوه ومضمونه، جربيها يا ستي في كيلو. في واحده داخله تقول لي انتوا عشان تلموا لايكات ومش لايكات. لا والله انا عن نفسي مش من الناس اللي بتحب تلم لايكات. انا لو عملت وصفه او عملت طريقه حاجه وما عجبتنيش بقوم جايه مسحها من على تليفوني وما بنزلهاش، علشان اللي هيعملها هيدعي عليا مش هيدعي لي. لكن انا بقول لكم عشان الطريقه عجبتني وطلعت ناجحه معايا وطلع طعمها حلو قوي، فانا قررتها تاني. جبت هنا بقى معلقتين 3 كده من العسل الجلوكوز. عايزه اقول لكم برطمان العسل الجلوكوز ده بقاله يعني كتير جدا عندي، بستخدمه في كذا حاجه وبينفع جدا وبيخلي الحلويات حلوه قوي. طبعا يا جماعه دي سيله قاعده بصوا بتضايقني زي ما انتم شايفين اهيت، فيعني ايه دي ايد سيله. بصوا انا عايزه اقول لكم ان العسل ده رخم قوي، بيكون لازق كده في البرطمان وبيطلع عيني. ولكن على مين هطلع 3 معالق؟ يعني هطلع 3 معالق. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو اوعي تكوني نسيتي تحطي لي لايك وتعملي اشتراك في قناتي وتصلي على النبي كده في كومنت، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طب يا جماعه الجزر بعد ما استوى ومسكته كده لقيته دايب كده دوبان في ايدي، المفروض ان انا اضربه في الخلاط. بس بما ان اختي بقى جايبه هاند بلندر كده ما شاء الله، اسكت انا وما استغلش الهاند بلندر؟ لا والنبي بعت جبته، مش هي هتاخد من قمر الدين ده يا جماعه؟ يبقى لازم نستفاد منها. جبت الهاند بلندر ومسكته بقى طحنته خالص كده لحد ما يبقى بصي ناعم جدا جدا معاكي. هجيب شفشق الخلاط وهضيف فيه بقى كده ايه، جبت ب 15 جنيه جيلاتينا يا جماعه. تمام، يعني حوالي 4 معالق او 5 هرميه كده كبيره. وضفت عليهم برضو حوالي 5 معالق من النشا.
وبشويه من الجزر ده ضربتهم في الخلاط عشان اتاكد ان ما فيهمش اي تكتلات خالص. وهنزل على الحله بتاعتي واقلبهم كويس جدا، واولع النار بقى كده واسيب الكلام ده كله على النار مش اقل مثلا من نص ساعه. عايزه اقولك ان انا كنت مغطياه لان بصي بيطلع فقاعات بقى ما اقولكيش، ضرب نار كده في قلب الحله. شايفين المنظر؟ هسيبه لحد ما يستوي كده ويندمج مع بعضه، وكل ما بيقعد على النار بحس ان اللون بيدي لون اغمق شويه من اللون اللي قبله. خلاص استوى معانا كده وبقى زي الفل. بدأت بقى ان انا شيلته وسبت شويه هنا، عملتهم قمر الدين عادي، ضفت عليهم بقى كده، زودتهم ميه وزودتهم نشا وزودتهم سكر وكيس فانيليا، الطريقه العاديه اللي بنعمل بيها مهلبيه قمر الدين. وجبت بقى الفوانيس القمر بتاعتي دي. عايزه اقول لكم ان انا شاريه الفوانيس دي، الفانوس ب5 جنيه. شايفين قد ايه حلوين قوي، بيتحملوا الحاجات السخنه بقى والحاجات الساقعه. وعيشي خيالك بقى، رمضان كريم يا جماعه. بدات اعبي فيهم ما شاء الله قمر الدين كده، وزينته بقى بزبيب وجوز الهند وسبته في التلاجة يسقع، وبألف هنا وشفا. جربي الطريقه عامه يا حبيبتي، حاجه قليله شايفاها جديده، جربيها في حاجه قليله. ايه رايكم في شكله؟ جربي بجد طعمه حلو قوي ومش مكلف اعتمديها واعملي منها ومغذي جدا كمان. ما عجبتنيش حاجه عجبتني في الموضوع كله يعني ان ما شاء الله ولادي حبوه جدا جدا. يعني طبعا يوم ما طلع ولادي يحبوا الحاجه تلاقوني طريقه بعملها لهم السلطان على دي طول. وعملت ضجه جربيه كده ان وقلبان. شاء الله هيعجبك. انا جربتها. ايه رايكم في الجمال حوالي نص والحلاوه؟ كيلو من الدقيق بصوا وطلعت بصراحه رهيبه. انا من الناس اللي بحب اجرب الحاجات الجديده والترندي جدا قوي، يعني اي حاجه احس ان هي جديده بحب اجربها، فاهميني؟ فانت كمان جربي وخدي الخطوه. وعايزه اقولك ان الموضوع يعني بسيط جدا ومش مكلف خالص يا جماعه. الموضوع كله هيكلفك في حدود 20 جنيه وشويه سكر من البيت. فانت جربيه، نولي شرف التجربه وجربيه. تمام حلو معاكي اهلا وسهلا، ما عجبكيش يبقى خلاص اهي كانت تجربه وراحت لحالها. لكن محدش يدخل يهاجم في التعليقات يا جماعه وهو ما جربش الحاجه، عشان في ناس بتدخل تهاجمك كده اللي هو ايه، بتهاجم وخلاص، اللي هو حافظ مش فاهم. فانت جربي الحاجه الاول ودقتيها ولقيتي طعمها مش عاجبك يبقى تمام ليك الحق، لكن عجباكي فتمام قولي حلوه، قولي كده، قولي كومنت ايجابي. لا لحد هنا الفيديو خلص معاكم، بجد كنت مبسوطه معاكم النهارده. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. السلام عليكم ورحمه الله.